تفتكر ايه اللي حصل للاعب احمد رفعت والقصه اللي مصر كلها شافتها لايف؟ الماتش اللي كان في مارس سنه 2024 واحمد رفعت في وسط الملعب وقع فجاه، طبعا الطاقم الطبي جري عليه وبداوا يعملوا له انعاش قلبي رئوي اللي هو CPR، وقلبه رجع ينبض تاني ونقلوه على العنايه المركزه، وبعد ايام بدا يتحسن وخرج من المستشفى، والناس كلها فرحت طبعا بالخبر ده. لكن للاسف بعد شهور قليله حصلت له ازمه قلبيه مفاجاه والقلب وقف مره تانيه، لكن المره دي للأسف مرجعش. والقصة دي بتعلمنا إن حتى لو رجع النبض للقلب، المشكلة الرئيسية اللي في القلب ممكن تبقى لسه موجودة، ولازم متابعة وفحوصات دورية عشان نكتشف أي خطر قبل ما يحصل. في النهاية ربنا يرحم أحمد رفعت وربنا يحفظكم من كل سوء. كان معاكم دكتور أيمن حامد، استشاري أمراض القلب والقسطرة بألمانيا. لو عندكم أي استفسارات اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم، وأشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.